زعل لما راح للكابتن سامي قمصان وقال له اتدخل مع الاداره انه الغرامه تتشال، وكابتن سامي قمصان رد عليه وقال له السنه القديمه اتقفلت ما تتكلمش في القديم. وقال للكابتن احمد يحيى ولا الاستاذ احمد يحيى الوكيل بتاع كهرباء، قال له خلي كهرباء يكمل ويركز ويبص لقدام ما يتكلمش في القديم. هل ده اللي زعل كهرباء؟ هل كولر لما رجع من الاجازه وحصل تواصل بينه وبين كهرباء اتاكد انه مش هيبقى ليه دور، ولا هيبقى ليه دور في الجناح، ولا ليه دور كمهاجم، وانه هيبقى بديل تاني او تالت كمان؟ يمكن ده اللي سرع بقرار كهرباء. لكن المفاجاه وكل التفاصيل ان شاء الله في اول فيديو جاي ان شاء الله هجيب لكم كل التفاصيل. هل هو هيطلع على الدوري السعودي؟ هل هو هيطلع على نادي نيون؟ هل هو هيطلع على نادي زد في الدوري المصري؟ كل الجديد هلاقول لكم ان شاء الله. الجديد الثاني كابتن والاستاذ ممدوح عباس